السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة النهاردة تقيلة شوية، فيها شوية أخبار حلوة. أول حاجة معانا النهاردة وهي صفقة مهاجم نادي الزمالك. تاني حاجة معانا النهاردة وهي صفقة مهاجم النادي الأهلي. تالت حاجة معانا النهاردة وهي إن مرتضى منصور اتوجه للمحكمة الرياضية بسبب صفقة مروان عطية اللي راح الأهلي. وآخر حاجة معانا النهاردة وهي هجوم عمرو الدرديري والإعلاميين اللي بيطلعوا في قناة الزمالك بالليل على الأهلي. تابع معانا. اول حاجه معانا النهارده وهي ان في ظل حركه الزمالك ان هو يخلص صفقه جون ايبوكا اللي تقريبا الصفقه تعتبر خلصت بنسبه 99% لنادي الزمالك. اتفاجئ نادي الزمالك النهارده بطلب من فيريرا ان قبل الاعلان او قبل اتمام الصفقه او قبل اي حاجه بتخص صفقه جون ايبوكا ان هو عايز يخلص في احمد ياسر ريان. هو بيقول ان هو متابع احمد ياسر ريان من فتره وانه معجب جدا باللعيب. طيب ده طلب شخصي من فيريرا لان هو عايز مهاجم قوي ومهاجم طويل ويبقى بيلعب جوه ال 18 بس ما بيطلعش بره ال 18 عشان يستغل كل العرضيات اللي بتتعمل في الملعب من الوينجات، من واحد زي زيزو وواحد زي سيد نيمار، ومن الناحيه الثانيه من واحد زي شلبي وواحد زي احمد فتوح، ويقدر يستغل العرضيات بشكل مؤثر ويفيد الفريق بشكل اكتر من كده. لان الاثنين اللي موجودين دلوقتي في الهجوم بتوع نادي الزمالك هو سيف الدين الجزيري. وطبعا سيف الدين الجزيري من اول الموسم وهي يعني عنده سوء توفيق، والراجل مش في الفورمه، مش موجود. يعني الراجل يعتبر دماغه اتعمل لها ديليت من كل حاجه كانت جواها تخص الكوره، مش موجود حرفيا. صعب جدا ان هو يعرف يكمل مع الزمالك بالمستوى اللي هو فيه ده. والمهاجم الثاني هو سامسون ايكينولا. سامسون ايكينولا اللي خيب كل الظنون فيه. سامسون ايكينولا الفيديوهات بتاعه تقديم اللاعب او اللي اتشافت علشان الصفقه دي تتم، الفيديوهات بتقول ان هو لعيب تقيل جدا جدا جدا، رجله حلوه جدا على الجون، بيعرف يخلص، بيعرف ياخد الحركه السريعه، بيقدر ينجز اي حاجه. من ساعه ما جه نادي الزمالك ما عملش اي حاجه من المطلوبه منه. طيب هو طالب احمد ياسر ريان بالاخص لان العرضيات دلوقتي في الزمالك غير مفيده الا في حالات معينه، ان كانت كورنر، ان كانت الكره كورنر، او ان كانت الكره ضربه ثابته بره ال 18 وبتترفع وبيخلصها واحد زي حسام عبد المجيد بطوله لانه هيدرز كويس، وواحد زي محمد عبد الغني برضه بيعرف، راجل مدافع ودماغه تقيله جدا على الجون. اما بقى بالنسبه لصفقه احمد ياسر ريان فالصفقه دلوقتي واقفه على الكلام بس، الكلام لا مع النادي ولا مع اللعيب. الكلام اللي تم دلوقتي هو جس نبض مع اخو اللاعب بشكل شخصي او بشكل ودي، تقدر تقول زي ما تقول. احمد ياسر ريان بيلعب في سيراميكا كليوباترا لان الاهلي استغنى عنه نهائي وباعه لسيراميكا كليوباترا، لكن في بند في عقد اللاعب ان الاهلي يحق ليه ان هو يرجع اللعيب ده مقابل 23 مليون جنيه. طيب اداره سيراميكا كليوباترا هتقدر تبيع الصفقه دي لنادي الزمالك، هتبيع الصفقه لنادي الزمالك، ما عندهمش اي مشكله ان هم يبيعوا الصفقه دي لنادي الزمالك. لكن هل هيبقى ب 23؟ اعتقد لا، مش هيقل عن 30 مليون جنيه. هل نادي الزمالك جديا هيعرف يخش في الصفقه دي؟ هل وجود ياسر ريان ابن من ابناء الاهلي وتاريخ من تاريخ الاهلي هيقدر يجازف بشغله في الاهلي وبتاريخه في الاهلي ان ابنه يبقى في الزمالك؟ ما اعرفش. اللاعب ذات نفسه يحق ليه ان هو يروح اي نادي لان الاهلي استغنى عنه، واللعيب اللي الاهلي بيستغنى عنه او اللي الزمالك بيستغنى عنه نهائي بيبقى عايز يثبت للجمهور بتاع النادي اللي استغنى عنه ان هو ما كانش يستحق ان يحصل فيه كده. اللعيب ده لو راح الزمالك يبقى عنده حق مليون في المية. وانا شايف ان احمد ياسر ريان برقبة شادي حسين وبرقبة محمد شريف وبرقبة اي مهاجم موجود دلوقتي، وما زال حتى الان الاهلي مش عايزه بشكل نهائي. هنشوف الساعات اللي جايه مخبيه لنا ايه وكل شيء هيظهر. تاني حاجة معانا النهاردة وهي صفقة المهاجم بتاع النادي الأهلي. الجمهور طفح بيه الكيل من صفقة المهاجم اللي ما بتخلصش بقالها أكتر من 7 أو 8 سنين. الموضوع فيه بطء في حركة التعاقدات بشكل كبير. موضوع المهاجم ده طول قوي 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 وبقى بايخ وبقى مش عارف، يعني الموضوع رخم أكتر من اللازم. شوية تسمع إن هو برازيلي وشوية تسمع إن هو موليكا، ويطلع رئيس نادي بشكتاش يقول لك ان احنا ما عندناش موضوع الاعاره ده، مش متاح عندنا، احنا ممكن نبيع اللعيب. طب هتبيع اللعيب بكام؟ ب 3 مليون يورو يا جماعه. طب ما يعني حد يخلص الموضوع ده ولا برضه هنروح نجيب لعيبه كسر والموضوع هيفرط مننا زي كل سنه؟ ده اللي ناقص دلوقتي ان شادي حسين ومحمد شريف المهاجمين الرئيسيين بتوع الاهلي هم اللي يخلصوا الصفقه، هم اللي يتفقوا على لعيب ويجيبوه الاهلي، لان الموضوع عدى كل الحدود. ومع ذلك اداره الاهلي اكدت ان اللعيب المهاجم اللي هيبقى صفقه النادي الاهلي هيحضر ماتش سموحه في الكاس من المدرجات. ده هيبقى عدى الكشف الطبي وهيبقى عدى كل حاجه. اللعيب بياكدوا تاني ان هو هيحضر ماتش كاس الاهلي وسموحه اللي هيتلعب يوم الثلاث، هيحضروا من المدرجات. هنشوف الساعات اللي جايه مخبيه لنا ايه.
تالت حاجه معانا النهارده وهي ان مرتضى منصور توجه للمحكمه الرياضيه بسبب صفقه مروان عطيه. انا مش عارف صفقه مروان عطيه عامله يعني جايبه حاله لمرتضى منصور غريبه. هو الراجل بيقول ان هو معاه عقد اللعيب ماضي عليه ومعاه استماره رغبه اللعيب ماضي عليها، وبيقول ان هو هيتوجه للمحكمه الرياضيه وهيثبت الكلام من ده كله. واللي هيقول ان هو مخالف ان هو تعاقد مع اللعيب في وقت ما كان العقد بتاعه ساري مع النادي بتاعه، لا، بيقول ان هو معاه مستند او معاه مكالمه هيطلعها للمحكمه الرياضيه تثبت ان رئيس النادي اللي هو محمد مصلحي اداله الضوء الاخضر ان هو يتعاقد مع اللاعب. وبرضه بيرجع يقول ايه بقى؟ بيرجع يقول انا مش عايز مروان عطيه في الزمالك، دونجا عندي ب10 زي مروان عطيه، مش عارف مين عندي ب10 زي مروان عطيه. طب انت حاطط ليه مروان عطيه قدام عينيك؟ طب انت ايه اللي تعبك في الصفقه؟ يعني ايه المشكله عندك في الصفقه؟ وبيأكد تاني ان فيريرا مش طالب مروان عطيه، وان هو عرض مروان عطيه على فيريرا وفيريرا رفضه، وقال ان خط الوسط اللي عنده كفيل باي حاجه. طب برضو انت ليه تاني عايز تعمل مشكله وتعمل حساسيه وتفضل تعمل فتنه بين الجمهور ده والجمهور ده، وانك انت عايز تعمل مشكله في المحكمه الرياضيه علشان صفقه مروان عطيه اللي راحت الاهلي؟ ده لعيب يمضي هنا يمضي هنا، ايه المشكله؟ واخر حاجه معانا النهارده وهي مسرحيه مسرح مصر اللي بتيجي على قناه نادي الزمالك بالليل. الناس الفلتيته البرتيته اللي بتطلع على قناه نادي الزمالك بالليل، امبارح الاعلاميين كلهم اللي على قناه نادي الزمالك مسكوا الاهلي غسيل ومكوى. ليه؟ ما تعرفش. علشان اعتراض لعيبه النادي الاهلي، وعلشان اعتراض واحد زي سيد عبد الحفيظ على الحكم المشبوه وليد عبد الرازق. وطالع علينا كبير الفتايين الاستاذ عمرو الدرديري بيطالب بمعاقبه لعيبه الاهلي ومعاقبه كابتن سيد عبد الحفيظ، لان الهجوم على الحكم في الملعب بالقول او باللفظ او خارج الملعب، وركز في خارج الملعب دي، بيعتبر تحدي على القضاء الكروي بالقول او باللفظ او بالفعل بره الملعب او جوه الملعب. حتى بيهاجم استوديوهات النادي الاهلي اللي بتقول ان الحكم ظلم الاهلي وان هو مش عارف ايه وان هو عمل ايه في لعيبه الاهلي وانه ده واحد زي محمود متولي انذار. عمرو الدرديري على قناه نادي الزمالك بيهاجم سوشيال ميديا الاهلي اللي بتطلع تتكلم عن الحكم باسلوب مش كويس. طب يعني هو سؤال بس موجه لحضرتك وللفتيته اللي بيجوا على القناه، هو حضرتك وانت قاعد ومقدم البرنامج بيقول لك ونسمع اول فيديو للمستشار مرتضى منصور، ما بتشوفش المختل بتاع نادي الزمالك وهو طالع بيمسح بكرامه اي حكم في الثلاث ماتشات الاخرى اللي هم واحد بتاع اسوان والتاني بتاع الداخليه والاخير ده؟ ما بتشوفوش ان هو طلع مسح بكرامته وجاب سيره ماما بتاعه الحكم وجاب سيره بابا بتاع الحكم وشتمه وشتم امه وشتم رئيس لجنه الحكام وشتم رئيس الكوره وكل ما شتمش اتحاد الكوره، ما شتمهمش من اولهم لاخرهم. يا راجل ده طلع سب المله اللي بتاع الفار. انت بقى عقليا ما بتشوفش الكلام من ده؟ يعني انت عينيك ما بتشوفش الكلام من ده وما بتسمعش الكلام ده؟ ولا هو الموضوع برضو موضوع ان الاهلي؟ يا ابني وجه كلامك للزمالك. الزمالك اتعادل ليه او خسر ليه؟ انت مالك ومال الاهلي؟ انا اقسم بالله اتفرجت على الحلقه امبارح، قسما بالله ما في جمله واحده اتقالت عن نادي الزمالك، ما فيش جمله واحده اتقالت عن نادي الزمالك، لا من الاعلاميين اللي بيقدموا البرنامج ولا من المستشار مرتضى منصور اللي كل دقيقتين داخل بفيديو وطالع بفيديو وبعد ما بيخلص بيروح داخل بمكالمه تليفونيه. طب انت وظيفتك يا عمرو يا دردير انك انت لما تسمع الحكم بيتشتم بابوه وبامه وباللي خلفوه وباللي جابوه هو وبتاع اللاين مان وبتاع الفار ولجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام واتحاد الكوره ومش عارف ايه ومش عارف ايه، تقعد بس والمستشار مرتضى بيتكلم تهز في دماغك. حقيقي حصل، حقيقي حصل. وجاي في الاخر بتهاجم نادي من وجهة نظره. انا مش مع حد ان هو يعترض على الحكم، لان انت عندك ال90 دقيقة خلص فيهم الماتش، ما عرفتش تخلص فيهم استرجل وخلص فيهم الماتش، ما عرفتش تخلص فيهم الماتش دي مشكلتك انت، ما تعلقش شماعتك بقى على التحكيم وغير التحكيم. انا كراجل بشجع كوره كده، انت عندك 90 دقيقة خلصهم. عرفت تسترجل كويس وتعرف تخلص الماتش خلصهم، ما عرفتش تسترجل وتخلص الماتش، بعد الماتش ما تقعدش بقى تهاجم التحكيم وتهاجم مش عارف ايه الا اذا كان في فجر واضح، وده طبعا مش محتاج تفسير. اما بقى انك انت تبقى تدعي الشرف وتدعي الفضيله وانك انت مش عاجبك اللي بيحصل على قناه الاهلي او على استوديوهات الاون سبورت او على اي قناه بالنسبه للهجوم على الحكم والكلام من ده،
طب ما ده طبيعي. طب ما انت ذات نفسك اللي طالع بتقول ان كلاتنبرج اهلاوي، وان انتوا اللي طلعتوا المقوله دي، كلاتنبرج اهلاوي ومش عارف مين اهلاوي ومش عارف مين اهلاوي ومش عارف مين اهلاوي. بترجع بعد كده تتكلم عن حكم ظلم من وجهة نظرهم، ظلمهم، فبيتكلموا معاه او بيشدوا معاه او ايا كان. طب ما انت بعد ماتش اسوان حصلت فتنه مع الحكم وضرب وازايز اتحدفت على الحكم والكلام من ده كله، ما شفناش يعني الفضيله نزلت على سيادتك؟ ولا هو انت بتدعي الفضيله عندنا وعندك انت بتعمل كده وهو مرتضى بيتكلم؟ في النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكره ليك عشان نقدر نكمل. سلام.